مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة النهاردة في برنامج حكاية ورا حكاية. حلقتنا النهاردة عن الغناء والطرب. معانا الفنانة الجميلة ذات الصوت العذب فنانة سارة حمودة. خلونا في البداية ارحب بيكي. اهلا وسهلا. قبل ما نعرفك طبعا للسادة المشاهدين، خلينا نبدأ حلقتنا بأغنية حابة النهاردة تبدأي بيها الحلقة. هتغني ايه؟ نبدا اغنيه جميله كده بصوتي لام كلثوم، اغنيه انت الحب. جميلة أوي، اتفضلي. يا مقلوب هايمة هايمة حواليك، تتمنى تسعد يوم 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 برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك. يا ما قلوب هايمة هايمة حواليك، تتمنى تسعد يوم 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 برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك. الليل عليا طال بين السهر والنوم، اسمع له من العشاق، اسمع له من العشاق، اضحك وانا المجروح، وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني. لكن أغير من اللي يحبك، لكن أغير من اللي يحبك ويصون هواك أكتر مني. رائعة جدا. طيب احنا حابين بقى نعرف الفنانة والمطربة سارة حمودة أكتر للمشاهدين. تقولي ايه النهاردة عن رحلتك الغنائية وعن مشوارك في بداية ما يعني من أول ما بدأتي تغني؟ أنا أعتبر اكتشفت الموهبة دي من صغري، من وأنا صغيرة. بس من ساعة ما دخلت المدرسة كان نفسي أوي أشترك في الكورال، بس الحقيقة كان البيت عندي صعب شوية، كانوش لسه مقتنعين بحاجات زي كده. بعد مرور الوقت كده بابا اقتنع بأن هو يخليني انضم للكورال، وبدأت بقى ان انا اغني شوية شوية. الاصحاب يسمعوا صوتي، الاهل. لكن الحقيقة انا نميتها بعد ما كبرت، مش من طفولتي بدأت بقى المشوار الفني وكده، لا بعد ما تمام. كبرت اخدت القرار اني لازم بقى خلاص. لازم استثمر هذه الموهبة. واللي هو بقى خلاص يا جماعة انا هغني، يعني هغني هتسمعوني بقى واسمع الناس صوتي. انت جميل قوي. فبدأت بقى ان انا يعني ابتدي بقى المشوار. مشوارك عبارة عن ايه في الغنى؟ مشواري في الغنى الحقيقه كان بدأ بان بعض الناس الجميله كنت بحضر صالونات ثقافيه، تمام، فبتعرف فيها على ناس موسيقيين وناس بتغني، فبدأوا يسمعوا صوتي، فبقى في ناس جميله بترشحني ان انا اسجل اغنيه. يعني انا يعتبر من سنتين وشويه بدأ الموضوع ده. فدي كانت اول بدايه ليا. صحيح كانت معموله بشكل بسيط، بس انا حبيت جدا الخطوه دي ومبسوطه باول اغاني انا عملتها. بدأ ناس تانية تسمع صوتي، وبدأت ان انا انزل لحفلات، اغني في حفلات لايف. اكيد. وانضميت لفرقة غنيت معاها فترة، ونزلت برضو بعض الحفلات لوحدي ان انا انزل فيها يعني اغني. وطبعا بقى بين الاقارب والاصحاب كان في حفلات افراح حاجات زي كده، فدي نمت الموهبه عندي اكتر او شجعتني ان انا اطلع واظهرها للناس اكتر. اكيد، يعني بيبقى في بقى خلاص في يعني تشجيع. والانسان لما بينزل سوق العمل وبينزل مثلا الحاجه على الطبيعه بيكتسب خبرات، بيتمرن، بيبقى خلاص هو بالنسبه له الموضوع بقاش فيه حاجه اسمها خوف شويه، لا انا متردد، لا خلاص انت دلوقتي الموضوع بقى مجالك وانت مكتسحه ما شاء الله. طيب بالظبط. مين اكتر شخص اكتشفك وسبورت وقال لك انا في ظهرك ومعاكي واستمري وانت هايله؟ مين؟ الحقيقه يعني بصراحه اسرتي، اخواتي وماما.
وبابا بعد يعني عذاب في الاقتناع شويه، بس مش تشجيع قوي مباشر، لانه مش اللي هو مش هيعمل ده. وبعد كده الحقيقه جوزي شجعني جدا وواقف جنبي جدا وساعدني كتير ان انا يعني امشي في المجال ده، لان اكيد كواحده متجوزه مثلا بيبقى صعب شويه، لا ساعدني فيه كتير والحقيقه يعني اتعرفت على ناس جميله بدات تخليني ادوس في الموضوع ده اكتر. و بس يعني ده اكتر ناس تمام. يعني واقفين جنبي في الموضوع طيب ده. في الناحية المتعلقة بالطرب بقى والموهبة والإبداع والشغل على الواقع، يعني الحفلات والموسيقى والحاجات دي كلها، مين اللي اكتشفك؟ مين من المطربين أو الملحنين أو الموسيقيين اكتشفك؟ وإيه أول أغنية غنيتيها؟ اول اغنيه غنيتها يعني غنيت اغنيه لنجاة في حفله، كانت حفله في شركه كبيره. فدي كانت تجربه بالنسبه لي مهمه جدا، ولما رشحت ليها كانت تحدي بالنسبه لي، بس الحمد لله كانت يعني قمت بيها بشكل جميل جدا. هي كانت اغنيه واحده بس يعني ايه، اغنيه كفيله يعني. فكانت اغنيه لنجاة. طب ممكن نسمع حتة منها؟ أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي طراوة آخر طراوة. أما براوة براوة أما براوة، دور حبيبي طراوة آخر طراوة. قلت حبيبي ملانا وعطشانة يانا، اروح له ولا اروح اشرب حدانا. قلت حبيبي ملانا وعطشانة يانا، اروح له ولا اروح اشرب حدانا. اروح له ولا اروح وبلاش شقاوة، وما براوة براوة على الشقاوة. طيب احنا بنقول أول أغنية بقى أنت غنيتيها لشخصيتك أنت، بتتكتب يعني مكتوبة ليك أنت، مكتوبة ليا أنا. ليكي أنت، زي إيه مثلا؟ من الأول أغنية اللي أنا عملتها كانت أغنية اسمها ما ترجعليش. هي كانت كلمات كاتب شاب جميل جدا بيعمل للناس معروفة برضو، وخصوصا كان يعني أغاني مهرجان. هو كان اللي كتب كلام أغنية اسكت يا قلبي، فهو اللي كتب لي الأغنية الحقيقة. أغنية ما ترجعليش دي كانت ليا أنا، وتعمل ألحان وتوزيع. أغنية كلاسيك شوية بس هي جميلة الحقيقة. طب ممكن أقول لكم حتة طب منها؟ اتفضلي، ممكن نسمعها؟ أوكي. بتحكي في ايه؟ خلاص صدقنا انا نسيتك، وندمانة لاني بجد حبيتك. كرهتك كرهت العيشة حتى معاك. خلاص انسى، انا منفعش اكون وياك. ما ترجعليش دموعك دي ما تلزمنيش، وروح انسى وسيبني اعيش. انا منفعش اكون وياك، فما تفكرش لو ثانية حبيبي انك تلاقي فيا كل اللي كان جوايا زمان. لو هنقول مين مثلك الأعلى في الغناء، تقولي مين؟ مثل الأعلى في الغناء اتنين الحقيقة، أم كلثوم وسميرة سعيد. الله، يعني حاجة من الزمن الجميل وحاجة جديدة. وحاجة جديدة يعني بالظبط. هي مش جديدة قوي بس برضو يعني. طيب أكتر حاجة بتشدك في الأغاني القديمة أو أغاني الزمن الجميل إيه؟ الإيقاع، الكلمات، اللحن، قوليلي يعني أكتر حاجة بصي، بتعجبك. انا اكتر حاجه شدتني ان انا كنت حابه اتعلم النغم صح قوي. انا ما درستش، ولكن انا كهوايه من صغري، فانا يعني دربت نفسي بنفسي. فكان بالنسبه لي النغم واللعب بالنغم والمقامات كان عالي جدا. فام كلثوم كانت فظيعه في ده بالنسبه لي. وانا طفله صغيره فكنت اسمع اغانيها وافضل اجيب اللحن كذا مره كذا مره لحد ما اجيبها صح. رائع. فبيعجبني قوي اللعب بالطبقات طلوع والنزول بالنغم وبالموسيقى، فبتحس بالاستمتاع وانت بتسمعي الاغنيه. سميرة سعيد فنانة فنانة في كده الحقيقة. طبعا. بتلعب بأوتارها وتخلي الأغنية خفيفة وتخليكي كده بتسمعيها بتمزج.
صحيح. فبرضه كان النغمات عندها في نغمات كتير كانت صعبه وتقيله ومقامات بتنقل ليها بطريقه احترافيه جامده قوي، فكان بالنسبه لي تحدي برضه. طبعا. فافضل ادرب نفسي لحد ما اجيبها، وما كنتش اعرف ساعتها المقامات اسمها ايه ولا الطبقات ولا الكلام ده. لما كبرت بقى عرفت الموضوع طيب ده. اكتر نوع من الغناء في الفتره الحاليه بيعجبك؟ في الفتره الحديثه، بصي هو انا يمكن في حته بحبها شويه، ان انا بحب الطرب القديم وبحب الاغاني الحديثه، بحب بعض المهرجانات، بحب الشعبي. اه. ففي اللون الحديث مثلا في بعض الاغاني اللي هي مهرجانات بس بريتم شعبي بتعجبني جدا. احنا دلوقتي هنجهز حاجه من الزمن الجميل تحب تغنيها ولا الجديد، يعني زمن الجديد ولا القديم؟ اسمعكم حاجه كده من الزمن الحديث لمحمد اتفضل. فؤاد. لمحمد فؤاد ايوه. كمان، يعني ده العشق بقى. ده العشق، ده القسم الدلع الجميل ده. بالظبط، ده حبيب الجماهير. اغنيه حيران كده ليه. حيران كده ليه، روعه. حيران كده ليه، متغير ليه، 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 ده انا قلبي عليك، حيران كده ليه، متغير ليه، 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 ده انا قلبي عليك. آه مالك ما تقولي ايه غير احوالك، مالك يا حبيبي ايه بس اللي جرالك، ومالك يا حبيبي ايه غير احوالك، مالك يا حبيبي ايه بس اللي جرالك، فاكر ليالي زمان، فاكر ليالينا، تبقى انت والايام قاسين كده علينا، فاكر ليالي زمان، فاكر ليالينا، تبقى انت والايام قاسين كده علينا، حيران كده ليه، متغير ليه، 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 ده انا قلبي عليك. شكرا. جميل جميل، يعني حقيقة الأغنية في منتهى الروعة، وكمان انت غنيتيها بصوت روعة جدا وهايل في نفس التوقيت. لو هنقول بالنسبة لسارة حمودة، مشوارك اللي جاي انت بتحضر لنا ايه، او ناوية تعملي ايه، بتجهزي ايه؟ بالنسبه للتحضيرات، هو الحقيقه الفتره الاخيره حصل فيها شويه تطورات جميله جدا بالنسبه لي، حتى لو خطوات صغيره. انا في استاذ كاتب وشاعر جميل جدا اسمه استاذ سعد فكار.
وتعرفت عليه عن طريق مخرج جميل جدا، لان يعني كان في اكتشاف كده شق فيا بان انا ممثله شاطره، جت في وسط الموضوع الحقيقه. كويس. فالاستاذ اسمه المخرج الجميل الاستاذ محمود اسمر، فالحقيقه هو كان مقتنع بموهبتي جدا في الغنى، فعرفني على الاستاذ الشاعر ده. الاستاذ ده شاف فيا حته كده ان انا اغني فولكلور صعيدي، الله. لاني بعشق اللهجه الصعيديه جدا، كمان. بقعد احكي بيها واتكلم بيها. كويس. ففي تجربه جايه ان شاء الله لاغنيه صعيديه باذن الله، هتنزل قريب جدا، ممكن على رمضان او بعد رمضان، انا لسه مش عارفه. تمام. سجلتوا فيها حاجة ولا لسه ما سجلتوش؟ سجلنا الحقيقه، سجلنا جزء منها ولسه هتكمل، لان هي كبيره شويه زي اوبريت حاني، اغنيه طويله شويه. وده لون مش منتشر حاليا كتير، بالفعل. ناس معينه المميزه فيه جدا، فهتبقى بصمه حلوه لو أكيد الناس طبعاً. حبتها وحبتها مني، هتبقى حاجه كويسه. لو طيب افتراضا ان الناس حبتها، هتستمري في الاتجاه ده؟ اه سؤال وجيه، يعني عارفه كل ما تروحي كده الناس بتشدك كده. أكيد. بصي ممكن استمر فيها لان هتبقى حاجه مميزه جدا، وممكن الونها بشكل جديد، ان انا مش هبقى دايما في الريتم ده بس، برضو ادخل فيها اغاني حديثه بشكل جميل تخدم الفولكلور الصعيدي برضو. رائع. طيب ممكن حتة كوبليه من الأغنية نسمعها؟ اوكي، من الاغنيه نفسها صعب، بس هسمعكم حته صعيدي. طيب اتفضلي. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي. ودي يا ليالي وجيبي، ملاقي زيك يا حبيبي. وحبيبي حبيبي حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخلبي، طول ما هو ساكن في جليبي. عمرك يا دنيا ما تخلبي، طول ما هو ساكن في جليبي. عشقاه ودب فيه دباديبي، مكتوبي هو ونصيبي. وحبيبي حبيبي حبيبي. لا فعلا هايلة، هايلة جدا. آم، بالنسبة للغناء والطرب وموهبة الغنى، تحتاج ايه اكتر؟ يعني هل موهبة فقط؟ هل بتحتاجي تدرسي؟ بتحتاجي تركزي على ايه عشان تكوني فعلا دايما جاهزة ستاند باي؟ طبعا الموهبه اللي اتولدت عندي بالمجهود الذاتي، لما نزلت الارض الواقع بقى طبعا بيتسالي اللي هو انت دارسه، عارفه المقامات، عارفه الطبقات. فطبعا دي حاجه مهمه قوي انك تكوني دارسه، ولو حد عنده الموهبه الجميله ومش دارس فلازم يكمل دراسه. فانا الحقيقه يعني ان شاء الله هنضم لفرقه موسيقيه جميله جدا عريقه، هتعلم فيها صح، لاني محتاجه اتعلم الغنى صح اكتر من كده، واتعلم الطبقات والمقامات، دي حاجه مهمه لاي حد بيغني. ممكن نختم بأغنية؟ خلاص يعني أوشكنا على نهاية الحلقة، عدت أوكي. بسرعة، ممكن نختم بأغنية. ممكن شيرين شيرين. العشق. اوكي طيب. شيرين من اجمل الاصوات على فكره، وانا بعتبرها يعني احلى واجمل اصوات العرب في الزمن الجديد. تمام. الحقيقة قبل طيب. ما هسيبكم مع المطربة والفنانة اللي بصراحة صوتها عذب جدا، صوتها جميل جدا، فنانة سارة حمودة، عايزة أشكرك وهسيبك مع مشاهدينا تقول لهم بقى الأغنية الجميلة. شكرا ليكي، نورتينا. ميرسي جدا لذوقك، وانا مبسوطه بوجودي معاكم النهارده. شكرا لك. ميرسي. مشاعر تشاور، تودع مسافر. مشاعر تموت وتحيي. مشاعر مشاعر تشاور، تودع مسافر. مشاعر تموت وتحيي. مشاعر ويا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي من المشاعر. اللي جرب نفسه سافر من آلام المشاعر، واللي نفسه يعيشها تاني هي المشاعر. واللي دار بابتسامة من عينيه مر المشاعر، واللي نفسه صاد حبيبه يبان عليه حبة مشاعر. يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي
من المشاعر، كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجعلي حبيبي، كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجعلي حبيبي. مشاعر تشاور تودع، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر.